يا صباح الفل والهنا والحلويات. بقلب كده النهارده في الانستجرام، اكتشفت قدامي عروسه بسم الله ما شاء الله زي القمر. البنت انا ما كنتش عارفاها، مع اني حاسه انه يعني شكلها كده مش غريب عليا. اكتشفت ان دي بلوجر مشهوره واسمها ندى علاء، وده كان فرحها. وبصراحه الميك اب بتاع فرحها عجبني قوي. حاسه ان الميك اب ده ذوقي قوي وكمان هيليق عليا، لان كمان هي عندها نفس رسمه العين ونفس الجفن تقريبا، عينيها واسعه برده وسودا. وعشان انا عارفه ان انتوا زي ما بتشوفوا ميك اب مثلا على الانستجرام او على بنترست او على اي حاجه، وبتكونوا حاسين ان انتوا عايزين تقلدوه، مش بتبقوا عارفين مثلا ازاي تقلدوه، فتعالوا كده نحاول نقرب اللوك لاقرب حاجه للميك اب بتاعها. انا ما كنتش قاعده معاهم، مش عارفه هم استخدموا ايه، مش عارفه حتى الالوان، بس هنحاول نقرب. والميك اب النهارده كله هيكون بمنتجات حنينه وكمان مش مقاطعه. لو متحمسه تعرفي الميك اب بتاع زفاف ندى علاء كان معمول ازاي، يلا بينا. عايزه احط الفراشات دي على وشي علشان تحدد لي رسمه الاي شادو بتاعتي. هستخدم افتح درجه كونسيلر عندي من شي جلام، اللي هو النوع ده. الدرجه دي اسمها لينن. درجه لينن دي انا كنت جايباها على اساس اجربها، فاكره ان هي درجتي، بس هي ما طلعتش درجتي خالص وطلعت بيضه. فانا قررت ان انا استخدمها كبيز للاي شادو، لان هي بيضه بيضه وبجد حلوه قوي. هستخدم اصغر فرشه صغنطوطه خالص عندي دي، وهاخد الباليت دي بتاعه شي جلام، دي برضو من مفضلات 2023. دي خطيره خطيره، كافيه ووافيه. ولو انتي بتحبي الالوان الدافيه، الاورنج البني بتاع، هاتي دي. هاخد منها ممكن اللون ده. عايزه اقول لكم ان كان في كده كات كريس خفيفه، يعني حاجه كده انا شايفاها خفيفه. انا مش عارفه هي فعلا خفيفه ولا تقيله، مش باين في الصوره، بس انا قررت ان انا ارسم نفس الخط ده عند الكريس بالظبط. وبرضو محتاجه معايا فرشه تكون يعني منفوشه، حاجه صغننه قوي علشان ادمج بيها الخط ده. يعني ولنفرض دي مثلا البراش دي باينه ان هي مبططه، بس هي مبططه ومنفوشه حاجه كده صغيره قوي، فعرفت فعلا ان هي تدمج لي الخط ده في مكانه. وبعدين برضو لاحظت ان يعني في الاخر كده في متحدد لون بني غامق، وانا عندي بني غامق اهو. فبنفس الفرشه الاولى هعمل التحديده دي. خط بني خفيف رفيع جدا جدا برفع الفرشه، وده بقى مش هيندمج، يعني هو هنسيبه كده زي ما هو، ويا ريت ما نطلعش بيه بره علشان ما نضيعش الشادو اللي احنا عاملينه بصوا باللون بقى، البني هحاول التاني. ان انا انضف تاني تحت اللون البني ده، لان احنا لسه هنشتغل تاني تحت العين. انا كده كده ما كنتش اول مره حطيت طبقه كونسيلر تقيله، فيعني كونسيلر على كونسيلر بالنسبه لي مش هيكلكع. انا مش حاطه طبقه الاولانيه تقيله، لكن لو انتي كنتي حاطه البيز الاولاني تقيل، فلا لازم تمسحي الاول وبعدين تعملي طبقه تانية، والا بجد هيبقى المنظر مكلكع ومش حلو خالص. بعد كده في على جفنها المتحرك لون جليتر ذهبي كده فاتح، او انا يعني الصور، انتوا عارفين الصور بيبقى ملعوب فيها، وانا بصراحه ما لقيتش ابدا صوره مش فيها فلتر او بتاع، فانا يعني كده هشتغل من دماغي. فانا هاخد اللون الذهبي الشمر ده، بصوا اوكي، من الباليت الصغنطوطه دي اللي هي اسمها هافل باف. لذيذ، انتوا مش شايفينه قوي بس هو لذيذ. احنا اصلا لسه هنحط لون تاني. دلوقتي بقى فقرة الجليتر. انا دورت يعني عندي من شي جلام على جليترات اللي هي ممكن تديني اللون اللي في عينيها، اللي انا فعليا برضو مش ظاهر لي قوي. فاخدت اللون ده وحطيت عليه لون ذهبي فاتح شمر، يعني بحاول اطلع الدرجة اللي مش باينة اصلا في الصور دي. يا جماعة كفاية فلاتر يا جماعة،
عارفين الجليترات دول؟ ده اللي هو درجته 102، اسمها روز جولد، بس هي مش روز جولد خالص، ما فيهاش ريحة الروز يعني. مش عارفة مسميينها روز جولد ليه. مش هوصله للاخر قوي لان انا لسه هرسم ايلاينر. دلوقتي بقى يجي ميعاد الايلاينر. شوفوا بقى، عشان انا هستخدم الجل لاينر ده بتاع شي جلام، لسه جايلي جديد. الجل ده غبي غبي، ووتر بروف، بيطلع بصعوبة بجد غبي. كنت جايبة منه الاسود والابيض عشان ما كانش عندي اي جل لاينر من عند شي جلام. خطير. هنرسم ايلاينر بس مش كامل. بصي الايلاينر بتاع ندى كان بادي منين؟ من هنا كده. شايفه ازاي؟ وبعدين املي بقى المكان ده جوه. الخطوه دي محتاجه فرشه تكون بجد دقيقه جدا. حاسه بقى ان انا محتاجه كده لون بني من اللي فوق دول، ادمجه ما بين الجليتر اللي انا حطاه وما بين الجيل الاسود. فانا هاخد يعني لون من هنا وليكن ده مثلا. كده خلصنا عنينا الاتنين، نقص الشريط. يا مسهل. كيوت. بالنسبه بقى للحواجب هستخدم لها، بصوا الجل ده بتاع الحواجب، ده جل حواجب بس في شكل انبوبه بالشكل ده. بصوا شكله ايه. البراش دي، بصوا دي براش سيليكون كده فيها اخرام، بتضغطي هنا على الانبوبه، الاخرام دي بتطلع البرودكت. كده المنتج ده بيخلي شعر حواجبي متلزق كده 3 سنين. بصوا ضغطت عليها عشان اطلع الجل بره وبعدين اسرح حواجبي. دلوقتي انا محتاره في الرموش، انا عايزه اركب رموش دلوقتي على طول. بس ايه رايكم لو نستخدم مثلا الرمش ده، نجربه كده. شايفينهم الرمش اللي تحت ده من عند شيماء زهري؟ بصوا ده شكله في العين، شكله حلو قوي، شكله تحفه. بالنسبه لي بقى لترطيب الوش او ان انا استخدم برايمر، فبالنسبه لي الاتنين برايمرز دول طلعت بيهم من شي جلام بجد. البرايمر ده وظيفته ترطيب، البرايمر ده داخل فيه سيليكون وده وظيفته ان هو يملى المسام. انا حاسه ان انا مسامي مش وحشه خالص، فانا النهارده مش هستخدم ده خليه للصيف. في الصيف بيبقى رائع، لكن تعالوا نستخدم ده النهارده اللي هو اسمه جود كريب. بقى ايه، ترتيب ترتيب ترتيب. ودلوقتي هيخلي وشي مترطب قوي قوي وكمان بيلزق كده. اي منتج فيه التلزيقه دي بيبقى حلو قوي في الفاونديشن او الحاجه اللي عليها بتلزق. الفاونديشن بقى هستخدم ده سكينفينيت من شي جلام. الفاونديشن ده بتاع البشره المختلطه والجافه، بستخدمه في الشتاء علشان نسبة الزيوت فيه عالية، لكن طبعا في الصيف لا، بستخدم اللي هو التاني بتاع البشرة الدهنية. الكونسيلر اللي بقى صاحبي ده حبيب قلبي وحبيب عمري، ما احبش اللي هو بجد ده. هيا بنا ندمج. تعالوا بقى نحط الكونتور والبرونزر. انا هنا حطاهم، بصوا دمجاهم، شايفين الفرق؟ هستخدم الاتنين كونتور كريمي من عند شي جلام. الدرجة بتاعت الكونتور اسمها سوفت تان، اللي هي الجراي اللي هو ده لونها. اما الدرجة دي اسمها تيراكوتا اللي هي درجة البرونزر.
هنحدد مكان العظمة هنا اللي انا عايزة ارفعها، وهحط فوقيها برضو البرونزر. البلاشر بتاع ندى كان لونه اورنج، كان باين قوي ان لونه اورنج، ده ان لو كان الفلتر مش مغير حاجه. فانا هستخدم البلاش الكريمي ده بتاع شي جلام اللي هو اسمه بيرث داي سوت. بصوا بجد الدرجه اندمجت تحفه ازاي. في بقى ناس كتير ما بتحبش الليكويد بلاش ده وبيقولوا مش ثابت. جماعه ما تحطوش لوحده، انتوا ليه اصلا؟ ازاي اصلا بتنزلوا الشارع بمنتج كده كريمي على وشكوا كده من غير ما تثبتوه؟ بجد ازاي؟ استحاله اعمل في نفسي كده. يعني انا لو نزلت فيه في وشي حاجه كريمي هرجع وشي ده كله تراب. من ألذذ المنتجات برضو اللي جربتها من شي جلام السنه دي او السنه اللي فاتت يعني، الهايلايتر الكريمي القمر ده، وخصوصا الدرجه اللي هي اسمها تي كيك، اللي هي الشامبين، اللي هي اصلا احلى درجه في اي هايلايتر في العالم. حسسك كده ان انت وشك فيه ميه كده، كتر ما هو ناعم وشكله حلو. بجد بصوا بيبان زي الميه. ايه المنتج ده؟ اغلس حاجه بقى بتحصل معايا دلوقتي ان اللوس باودر بتاعتي بتاعه شي جلام اللي هي الووتر بروف اللي انا بحبها قررت تضيع. انتي وراكي شغل، انتي عندك تصوير، طب انا هضيع. فممكن بقى ايه اثبت وشي بالباودر دي بتاعه بريتي وومن وخلاص. ساعات كده بوصل لمرحله لا عايزه احط روج، عايزه ملامح اللوك تبان، مع ان انا لسه ما خلصتش حتى شغل العين، بس ايه نحط روج. هستخدم الليب لاينر ده بتاع شي جلام برضو. بصوا لونه بني، بس بني بارد، اللي هو مش مقرنش، احنا بنسميه بني بارد. بصوا هو بني بارد على جراي كمان عشان تعرفي تعملي كونتور بيه لشفايفك. بالنسبه بقى للروج، ندى كانت حاطه لون روج على بيج كده، يعني انا لقيت عندي من شي جلام درجه على بيج، انا برضو مش عارفه الدرجه بالظبط ايه، بس انا قررت استخدم درجه بيج زي ما انا شفتها. دي اللي هي اسمها جاتشا. ما شاء الله اللون مش زيها خالص. بصوا انا شديت ارواش تانية برضو عندي من شي جلام، يعني مش عارفه يا ندى ما تبين لنا الدرجه يا ندى. بس مش هكذب عليكم يعني اللوك مش وحش، هو مش وحش بس مش شبهها. دلوقتي بقى عايزه احط كحل اسود. معظم الاكحال السوداء بتاعت شي جلام يعني ما تتحطش بصراحه، ما عدا ده، مع انه ده مش مات، ده شمري كده شويه. بس تعالوا اوريهولكم. ندى كانت راسمه عليها بالكحل خالص. منى ظهرت. انا في الكحل ما عنديش يما ارحميني. هل ينفع بقى اسيب عيني كده؟ لا طبعا، لا، لازم اللون الاسود اللي تحت ده يندمج عشان ما يسيحش بعد شويه. هنحاول ان احنا ندمجه مكانه بفرشه نونو كده، اهم حاجه انها تكون رفيعه عشان احنا عايزين ندمجه مكانه، والا بجد هنهبب قوي يعني. خلاص كده، لا، هندمج اللون الاسود ده بقى بلون بني. يا لهوي انا عيانه.
برونزر عشان طبعا مهم، طبعا البرونزر ده كان اخد مني استخدام السنه دي، وعايزه اقول لكم بصوا يعني الرسمه مش بتروح بسهوله، فده اللي حببني فيه اكتر، عشان أنا بحب انه الرسومات اللي بتبقى على المنتج تفضل موجوده. ده درجته اسمها سانست واك، ونفسي اجيب منه كمان درجه تانية عادي. البرونزر ده خطير خطير، والدرجه دي تحفه. وكمان هنا عند الجبهه برضو من فوق بحب ادفيها، عشان كمان انا قرتي كبيره فبحب اصغر حجمها بالبرونزر شويه. انا مش بصغر حجمها، هي باينه بس يعني بدفيها شويه. الميك اب نضيف نظافه في الكوكو، يعني بقالي كتير ما عملتش فول ميك اب اللي هو ميك اب عروسه، بس انا النهارده فعلا بوريكم ميك اب العروسه بيبقى شكله ايه. نعيد على البلاش الاورنج. يا جماعه ده ميك اب عروسه لازم يبقى تقيل، والحاجات اللي في الوش سواء البلاشر الهايلايتر البرونزر الحاجات دي بتطير، فعشان كده بنحط منها بكميات. عشان كده مثلا لما بتبصي تشوفي عروسه وهي لسه نازله من عند الميك اب ارتست تتخضي، اللي هو ايه ده؟ وفي بقى صحبات العروسه يبداوا يتدخلوا بقى، ما تفهموش بيجوا منين. البلاشر تقيل، البلاشر حبيبتي هيخف اهدي شويه، عارفه لو هديتي هيخف لوحده. بنفنش. ياه الهايلايتر فين اهو. بصوا انا مش عندي من شي جلام هايلايتر سنجل، فانا بستخدم ده. انا اصلا بحب الباليت دي جدا، اتمنى ان هما ما يكونوش وقفوا استخدامها اصدارها. بحب جدا استخدم اللون الكريمي ده الاول، بصوا ده لون كريمي وبعدين ده، بس بما ان احنا اصلا حاطين لون كريمي فممكن نحط الباودر على طول. ابدا ابص على نفسي في المرايه بقى واعكس نفسي والله. الله ربنا يخليني ليا رفع معنوياتي. شو هالجمال والحلاوه يا بنا اصلا قمر حرفيا. بقى اللوك ده لوك جمال ودلال، انا هسميه جمال ودلال مع بعض من كتر ما هو يعني بيحولني بني ادم تاني. حتى لو هتكتبولي في الكومنتات ان هو مش شبه مكياج ندى علاء مش فارق معايا، انا مش مهمه، انا عايزه اطلع ميك اب شكله حلو عليا انا، يعني انا بقتبس مش بقلد تقليد اعمى، انا بقتبس اللي يليق عليا. انا مبسوطه، يعني اتمنى ان انتوا كمان تكونوا مبسوطين. اللي هو عن جد خساره ان انا انام واشيل الميك اب ده، لا انا هصور بيه فيديوهين 3 4 كمان مثلا. لا عجب. بس يا حلوين يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه كمان. لو عجبكم ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب، وكمان لو انتي مش عندي على الانستجرام يا ريت تبقي عندي على الانستجرام، عشان انا عايشه على الانستجرام حرفيا. بس كده تصبحوا على خير.